لو بتحبوا تجربوا اكلات جديدة يبقى هتحبوا الاكلة دي جدا. اول حاجة هنا انا معايا بصلاية وسط بشرتها. في الجو الحر ده بقى مش قادرين نقف قدام بوتاجاز ولا قادرين على وقفة المطبخ. اكلة النهاردة هي خطوة واحدة بس وهتكون جاهزة. حطيت بقى البصلاية اللي انا بشرتها في البولة. بعد كده معايا طماطماية وسط هبشرها. هضيف كمان بشرة طماطم مع البصل في الخلاط بقى. هضيف فلفلاية من الاصفر، انا خدت نصها بس مش كاملة. كمان نص فلفلاية حمرا هقطعها كده كبير لاني هضيف كل ده في الخلاط. كمان نص فلفلاية رومي، والفلفل ده مش حامي خالص، انا كنت فاكراه حامي. كمان قرن الفلفل ده. هنضرب بقى كل الفلفل ده في الخلاط. الفلفل الايام دي حلو جدا، كمان سعره حلو. هضيف بقى الفلفل مع الطماطم والبصل. بعد كده هحط عليهم ربع كيلو من اللحمة المفرومة وهقلبهم مع بعض كويس. مش هنعصج اللحمة، هو كده بس ني في ني. هنقلبهم بقى مع بعض كويس، وبعد كده هضيف التوابل: ملح وفلفل اسود وبابريكا والسبع بهارات. اهم حاجة اتأكد ان اللحمة اتقلبت مع الخضار كويس قوي. 7 بهارات، كل ده نص معلقة صغيرة، وفلفل اسود والملح وال7 بهارات. هقلب بقى كل ده مع بعض. قلبناهم بقى مع بعض كويس. هجيب كيس تلاجة كده وهضيف فيه شوية بشوية من اللحمة المفرومة، يعني مش هحطها كلها في الكيس. وهفتح فتحة صغيرة خالص، هقصها كده حتة بالمقص. معايا بقى الصينية او بايركس زي كده. والمكرونة مش هنسلقها، هنشتغل بيها كده وهنحشيها باللحمة المفرومة. هي دي الحاجة الوحيدة اللي احنا هنعملها في اكلة النهاردة، ان احنا نحشي مكرونة القلم او الفرن اللي هي زي دي. ناخدها بقى نقعد بيها كده قدام التلفزيون، ما نقفش في المطبخ. بجد طعمها لذيذ جدا وهتعجبكم قوي الوصفة دي. هي عاملة زي طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، بس الفرق ان انتي كل مكروناية هتاخديها هتبقى مليانة كده باللحمة المفرومة وطعمها لذيذ جدا. انا بقى ضربت نص كيلو من الطماطم في الخلاط، معاهم معلقة من الصلصة الجاهزة وملح وفلفل اسود بس كده. وضفتهم على المكرونة وهدخلهم فرن سخن على درجة حرارة 200، وغطيتهم الاول بورق زبدة والفويل وقفلت عليهم كويس. بعد كده حطيتهم في الفرن لحد ما استوت. وقبل ما اطلعها ب10 دقايق بس شلت الفويل وورق الزبدة. بس كده بقت جاهزة معايا. بجد خطيرة، حلوة جدا، طعمها حلو قوي. عايزة اقول لكم ان الصينية دي ما كملتش نص ساعة، ولا عصجنا لحمة ولا سلقنا مكرونة ولا سبكنا صلصة الطماطم. بجد طعمها خطير. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لي لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا ان شاء الله، تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. حلوة جدا.